زي القادم من وجهة نظرك في ضوء قوة كل فريق، المعطيات اللي عند كل فريق واستعداداتهم والافكار بتاعت كل مدرب من المدربين، فيريرا او كابتن عماد نحاس. بس هو ماتشات الاهلي والزمالك دايما الحقيقه ما بيبقاش ليها مقاييس، ومهما كان في تفوق على فرقه او تفوق فرقه على فرقه بس بيتعمل لها حساب. ماشي. يعني وان كانت حتى في ايام، خصوصا في سنين كانت كفه الاهلي بتبقى ارجح بكتير يعني، لكن في النهايه بتعمل للماتش حساب، لان ظروفه واحداثه وحاله اللعيبه في الوقت ده بيبقى ليها تاثير وتاثير كبير. السنه دي تحديدا يعني الحقيقه هي نسخه بهتانه فنيا. تمام. الاهلي على عكس المتوقع في بدايه السنه كنت متوقع ان تبقى فيه اداء احسن من كده بكتير. الزمالك عايش اجواء. تمام. لكن برضه بيخسر نقاط مع فرق يعني المفروض انها تبقى بالنسبه له ما يفقدش فيها حاجه يعني. فنيا انا اشوف الفرقه اللي هتقف صح هتقف صح ممكن عندها فرصه كبيره جدا في الفوز. الاهلي محتاج الخطوط تبقى قريبه جدا من بعض، لان احنا في ماتش حرس الحدود كانت الخطوط بعيده قوي. محتاج يبقى تحديدا يعني الرباعي قريبين، وعمليه الترحيل تبقى نموذجيه، ما تبقاش متاخر ولا حاجه، لان الترحيل ده حاجه مهمه جدا في الكوره يا ابراهيم دلوقتي. يعني انت مش شرط تبقى في مكانك، لكن في اللي في مكانك مفيش مشكله فيها يعني. تمام. ايه اللي تخاف منه في ماتش زي ده كاهلاوي؟ حاله الاهلي. حاله الاهلي. حاله الاهلي. حاله الاهلي رهاني دايما ولا البدنيه؟ لا، رهاني دايما على روحك. يعني حتى عمرك في حياتك سمعت روح الفانيلا الزرقاء، روح الفانيلا الخضراء، روح الفانيلا البيضاء؟ عمرك ما سمعت ده. مظبوط. تمام. انت يعني عايش بقالك قد ايه دلوقتي؟ 45 سنه؟ لا مش 45، 41. 41. اللي بتسمعه روح الفانيلا الحمراء. مظبوط. من واحنا صغيرين. ايوه. روح الفانيلا الحمراء، روح الفانيلا الحمراء، روح الفانيلا الحمراء. الروح دي اختصار الجماعيه فيها، يعني كل واحد بيبقى زميله اكنه بالظبط واقف على باب بيته. يعني بيدافع عنه بشكل رهيب قوي. ماشي. فهي الروح تبقى موجوده. تمام. جمعيه الاهلي تبقى موجوده، وفي الاخر يبقى التوفيق. يعني الزمالك عنده حالات فرديه طبعا متمثله في اخوان ده. الاهلي عنده حاجات فرديه، لعيبه عندها قدرات رهيبه جدا لحد دلوقتي. يمكن تريزيجيه الحمد لله بدا في اخر 3 ماتشات يبقى في حاجه كويسه. تمام. حسين الشحات في الماتشات دي بيبقى عنصر مهم جدا، لان حسين عنده هدوء على الكوره، والماتشات دي بتبقى عايزه ثقه برضه ما تفقدهاش كتير يعني. شريف محظوظ في ماتشات القمه. انت عارف ان شريف جايب 7 اجوان في الزمالك، ده رقم مش قليل يعني. تمام. مع سنه يعني. ديانج محتاج يبقى في حالة فوقان احسن من كده. ايه اللي حصل له فجأة مرة واحدة؟ حد طفى المكن، حد شد الفيشه، في حاجة غلط؟ مش عارف ايه. مروان وديانج ممكن يبقى ليهم دور مهم قوي دفاعيا. الثنائية دي مش ماشية مع بعضها. الثنائي مش ماشية يعني، ثنائية مروان وديانج دي مش ماشية. يعني صح ولا انا ممكن عشان ديانج لسه السنة دي يعني السنة دي، لكن كان عندك ثلاثية ديانج وحمدي وعمرو السولية كانت رهيبة جدا.